حاجه انت حر، المهم تكون طريقه بتجيب نتيجه. طيب يبقى كده اتفقنا على شكل الفتره الجايه، وهنذاكر ازاي وهنعمل ايه. الغلطه في القصه دي ان انت بتبدا دايما مش حاطط بلان ازاي اليوم يمشي. احنا هنسمي اليوم بالمناسبه من دلوقتي، هنسميه على الاقل خالص، على الاقل خالص 10 ساعات مذاكره. ده معنى اليوم اللي انت قاعد فاضي فيه. طب انت ناوي هتنزل بكره بقى اسمه نص يوم الصبح، ولذلك نقلل نزولنا جدا، وانتوا دفعه الكورونا زي الدفعه اللي قبليكوا، فنزولكوا قليل. استفيدوا يا اخي من ده بقى خلاص. وهنقسم اليوم نصين، هنسميه ايه؟ خلص نص يوم وبادئ نص يوم. فلو بدات جدول مذاكرتك الساعه 9 الصبح، الساعه 2 الظهر انت خلصت، لا خليها 3 يا سيدي، في ساعه في النص تهجص فيها تعمل اي حاجه خلاص، وبعدين اتغديت وريحت ساعتين 3، وبعدين صحيت تاني تذاكر من الساعه 7 كويس، او من الساعه 8 لغايه الساعه 1 ماشي. يبقى انت معك 5 ساعات الصبح، 5 ساعات بالليل، مفيش اقل من كده. اقول كلمه ما تطلعش برانا هتطلع، ما انتوا فضحيه. انا جدو علي مش بقول اساطير والله، كنت بذاكر 16 ساعه في اليوم، و8 ساعات اكل وشرب واصلي وانام وكل حاجه، وانكت كمان، ما بعرفش اعيش من غير تنكيت. وكنت اقسم ال 16 ساعه دي 8 ساعات 8 ساعات. خلاص بقى ارجعوا لنصائح اخر السنه، ده وقت الجد خلاص، مفيش فيه هزار، مفيش تضييع وقت. الكتاب وقاعدين نذاكر. طبعا 10 ساعات ده قليل جدا، يعني المفروض 12 ساعه، ومعاك 12 ساعه اعمل بقى اللي انت عايزه من اكل وشرب ونوم، تتفرج على حاجه وتعمل مكالمه تليفون زي ما انت عايز. نرجع، يبقى انا هقسم اليوم نصين. تعال